سريع جدا، يسير على أي جبل وينزل في أي واد بسرعة البرق. بطل خارق بلا سلاح. إنه القعقاع ابن عنتر، المغامر اليمني الذي يبدو كأنه هرب من عالم مارفلز. أذهل العالم بمهارته وتحركاته في الوديان والجبال الوعرة، ويلقب برجل العنكبوت اليمني لأنه يتحرك بمرونة وثقة تشبه سبايدر مان. يتشبث بالحواف المتفتتة ويتدلى من منحدرات مميتة كأنه يرقص على خيوط الحياة. يتحرك القعقاع بسرعة خارقة معتمدا على قوة يديه العاريتين ومرونة جسمه المتوازنة. دون أي أدوات أمان تسلق فوهة بركان دمت الشهيرة وكتب اسمه على الصخور المحتدمة، متحديا الخطر والجذب الأرضي بثقة تجعل المشاهد يتساءل: كيف لا يخاف من السقوط؟ الجواب في مهارته المتفوقة التي تأتي من تدريب طويل على الجبال اليمنية، ولأنه يعرف كل شق وحافة ويعتمد على حاسته السادسة للتوازن، فلا يرى السقوط خطرا بل جزءا من لعبته اليومية، محولا الرعب إلى إثارة تجذب أنظار العالم.